لو طفل ماشي على دوايين ولسه بيتشنج، هل ينفع نضيف الدواء الثالث؟ طب لو لسه بيتشنج ينفع نضيف الدواء الرابع؟ ولو لسه في تشنجات ينفع نضيف الدواء الخامس؟ لو الطفل ماشي على دوايين ومناسبين لحالته بجرعات مناسبه، ساعتها مش هيكون الحل الامثل ان احنا نضيف الدواء الثالث، لان الدراسات بتوضح ان اضافه الدواء الثالث لمريض التشنجات مش هتقلل النوبات بنسبه اكبر من 7%، وهنا بنسميه دراج ريزيستنت ابيليبسي او صرع مقاوم للعلاج الدوائي. وساعتها لازم نتدخل بالحلول الغير دوائيه او النون فارماكولوجيكال مانجمنت زي الجراحات الصرع او الحميه الكيتونيه الفي ان اس او الدي بي اس. التقييم المبكر للحالات دي مهم جدا، وكل ما عملنا تقييم ده بدري كل ما زودنا فرصه الطفل في الحصول على حياه افضل ونمو افضل. عشان كده لو عندنا طفل ماشي على دوايين ولسه بيجيله نوبات، لازم نتوجه بسرعه جدا لعمل تقييم ما قبل الجراحه، وان احنا ندور على الحلول الغير دوائيه، وبكده بنوفر للاطفال فرصه في الحصول على حياه افضل ونمو طبيعي اكبر.